السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير جدا بتتصارع بين الكانون وبين النيكون، ناس كتير بتفضل نيكون وناس كتير بتفضل كانون. طب يا ترى كانون احسن ولا نيكون احسن؟ في الحلقة دي ان شاء الله هنشرح لكم كانون احسن ولا نيكون احسن. تابع الفيديو للاخر علشان تعرف انهي كاميرا وتفضل تشيل انهي كاميرا وانت بتصور ايه، وهشرح لك كل حاجة بين الكاميرتين، وان شاء الله مش هتطلع من الفيديو ده غير وانت فاهم كانون احسن ولا نيكون احسن. قبل ما نبدأ الفيديو عايزين نصلي على النبي، وحاجة تانية كمان عايزين نطلبها منكم، عايزين ندعي لاخواتنا في غزة ان يا رب ربنا يشيل عنهم الكرب ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم يا رب العالمين ويتقبلهم من الشهداء. عايزين ندعي لاخواتنا في غزة وعايزين نصلي على النبي كتير. في بداية الحلقة عايزين نقول ان كانون احسن ولا نيكون احسن. الاثنين ما فيهمش فرق من بعض، والاثنين ان شاء الله كاميرات كويسين وشركات كويسه جدا، شركات عالميه. عايزين نعرف بس في فرق بسيط وحاجات بسيطه جدا بين الكاميرتين تعرف بيهم انت هتشيل انهي كاميرا. في 3 اسباب يخلوك تشتري كانون او نيكون، تختار بينهم. ال3 اسباب دي هما: اول سبب انت عايز كاميرا هتصور بيها صور ولا هتصور بيها فيديو. ثاني سبب انت معاك فلوس قد ايه. ثالث سبب انت عايز كاميرا كام ميجا بكسل تصور بيها. ال3 اسباب دول لازم تعرف انت عايز ايه في ال3 بالظبط. لازم ال3 تكون عارف انت هتصور بكاميرا قد ايه ومعاك فلوس قد ايه، وعايز كاميرا هتصور بيها فيديو ولا كانون. لو انت هتصور بيها فيديو او اسف يا رب لو هتصور بيها فيديو ولا هتصور بيها صور. لو انت هتصور بيها فيديو في ناس كتير جدا 75% بيرشحوا كانون لانها بتصور فيديو بفريم احسن وبتصور بالوان احسن وبتصور يعني تركيز احسن في الفيديو. اما في النيكون هي بتصور في الصور احسن، في تركيز احسن، الوان في الصور احسن وحاجات زي كده. طب انت لما تيجي تبدا، انا دلوقتي بادئ تصوير جديد وعايز اعرف انا هشيل كانون ولا عايز اعرف انا هشيل نيكون، وايه يا ترى الاحسن في الكاميرتين. في البدايه الكاميرتين زي بعض بالظبط، مفيش اي اختلاف بينهم. هو الاختلاف فعليا في الفلوس اللي معاك انت معاك فلوس قد ايه وعايز كاميرا هتصور بيها ايه. زي ما قلت لك، لو عايز كاميرا تصور بيها فيديو كويس، الناس اللي بتعمل محتوى يوتيوبر على الفيس أو اي مكان، في ناس بتعمل فلوجز، في ناس بتعمل حاجات كتير جدا، فيديوهات طبخ، فيديوهات في الشارع، فيديوهات تصوير تيك توك. الحاجات دي كلها ممكن تصورها بكاميرا كانون وممكن تصورها بكاميرا نيكون، بس الكانون بيكون افضل لان الوانها في الفيديو احسن، بتشبع الوان، تركيزها في الفيديو بيكون احسن، فريمات احسن، حاجات زي كده كتير جدا في الكاميرات الكانون. بالنسبه لو انا هصور طبخ سيشن في الشارع، لو انا مثلا هصور حفلات، لو انا هصور افراح، لو انا عايز كاميرا مثلا اصور بيها حاجات عائليه انا واصحابي مسافر رحله وعايز كاميرا اصور بيها في الرحله، عايز اصور صور بفريمات عاليه او بصيغه عاليه او بتصور معايا 4K زي ما انتم بتقولوا او HD، الاحسن ليك انك تشتري كاميرا نيكون في الحاله دي. يعني لو هتصور صور ومحتاج كاميرا تصور معاك بكواليتي كويس جدا وتصور معاك صور نظيفه، يبقى خليك في النيكون. لو هتصور فيديو يبقى خليك في الكاميرا. طب انا دلوقتي عايز اشتري كاميرا ومانيش عارف بالظبط اشتري كاميرا ايه، او اشتري كاميرا في رينج كام، او ابدا بكاميرا ايه. انا مثلا كبادئ جديد متعلم تصوير، عايز اشتري كاميرا تبدا معايا في المجال وفي نفس الوقت اتعلم عليها، وفي نفس الوقت بعد كده ابقى مصور محترف واعرف اصور على الوضع المانوال وحاجات كتير تانيه اقدر اعملها. انت دلوقتي لو لسه بادئ في التصوير وما انتش فاهم تصوير خالص وعايز كاميرا تبدا بيها، انا في البدايه مش هسمي كاميرات، يعني مش هقول لك تشتري كانون ولا تشتري كانون ولا نيكون، ومش هسمي نوع كاميرات بالظبط، بس هقول لك على حسب الفلوس اللي معاك انت هتشتري. يعني بدايه مثلا من 5000 جنيه، انا مثلا معايا 5000 وعايز اشتري بيهم كاميرا بدائيه كده اشتغل بيها بحيث ان انا اتعلم على الفيديو واتعلم على ازاي اصور فيديو وازاي اصور صور، ازاي اعرف الفرق بين فتحه العدسه والشطر والايزو والحاجات دي كلها، ازاي اصور على فريم عالي وفريم واطي، الحاجات دي كلها اعرفها في الكاميرا. تمام، فلازم تشتري كاميرا بدائيه تتعلم عليها وتشوف دنيتك، وبعد كده تبتدي ان انت تبيع الكاميرا دي وتشتري كاميرا اعلى منها عشان تطلع معاك كواليتي احسن. طب لو انا دلوقتي راجل مثلا مصور وفاهم وعايز ابيع الكاميرا وعايز اشتري كاميرا اعلى، ولكن انا مش عارف اشتري ايه بالظبط، يعني مثلا معايا كاميرا ايا كان 500 5200 او مثلا معايا 600 دي او 700 دي في الكانون، تمام، وعايز اعلي من الكاميرا دي اطلع لكاميرا اعلى او اطلع لكاميرا فريمات عاليه او ميجا بكسل عاليه. دلوقتي لو انت مثلا معاك كاميرا واطيه وعايز تطلع لعاليه، فطبعا الكاميرات العاليه او الكاميرات اللي هي الكروب فريم تكون كويسه شويه، بدايه مثلا من 10000 جنيه تبتدي انت تشتري كاميرا عاليه شويه وكاميرا تصور معاك بكواليتي كويس وفريمات عاليه وميجا بكسل عاليه. تمام. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها وحاجه مهمه جدا،
انت المبلغ اللي معاك هو اللي بيحدد ليك انت تشتري كاميرا ايه. يعني انا في ناس كتير جدا تخش تكلمني تقول لي احنا عايزين مثلا، انا عايز كاميرا كذا، الكاميرا دي غاليه قوي، يعني مثلا عايز كاميرا 700 في النيكون معاه مثلا 8000 جنيه، ويقول لي انا عايز كاميرا 700. يا حبيبي ال 8000 جنيه دول عمرهم ما يجيبوا كاميرا 700 دلوقتي. ماشي ممكن يجيبوا لك كاميرا 700، بس هيجيبوا لك كاميرا 700 معلش متهانه، او كاميرا يعني بمعنى الاصح يعني شغاله بقالها مده 10 سنين مثلا، شطرها عالي والكاميرا متبهدله، معهاش كرتونه، معهاش حاجه اصليه، والكاميرا ممكن تكون مفتوحه قبل كده ومتبهدله، ومحدش معلش هيديك كاميرا جديده ب 8000 جنيه. تمام؟ فانت مثلا معاك 8000 جنيه وعايز تطلع بهم بكاميرا عاليه، مستحيل. انت تبدا بكاميرا كويسه او كاميرا متوسطه تقدر تتعلم عليها، تشتغل بيها شويه، وبعد كده تقدر تغيرها وتشتري كاميرا اعلى. فالاحسن ليك لما تكون بادئ في مجال التصوير تشوف الاول انت هتصور فيديو ولا هتصور صور، وبدايه تشوف انت معاك فلوس قد ايه. انا مثلا معايا 8000 جنيه، عايز كاميرا مثلا بتصور ب 24 ميجا بكسل، تمام، يبقى خليك مثلا في كاميرا مثلا، مش هسمي كاميرات برضه عشان الناس ما تفهمنيش غلط وتقول لي ده بيقول لي شركه او منحاز لشركه لشركه، لا، انت 8000 جنيه دول في كاميرات كتير جدا وفئات كتير جدا في الكانون والنيكون ممكن تشتريهم. تمام؟ ممكن 8000 جنيه يجيبوا لك كاميرا 24 ميجا بكسل بتصور ب 24 ميجا بكسل، وممكن يجيبوا لك كاميرا بتصور ب 15 ميجا بكسل. بس على حسب بقى، ممكن تشتري كاميرا 24 ميجا بكسل تكون كاميرا يعني متهانه شويه، مستعمله، بس شغاله شويه سنتين ثلاثه، بس حالتها كويسه تقدر تكمل بيها. او ممكن تشتري مثلا كاميرا 15 ميجا بكسل بس تكون الكاميرا حالتها كويسه لسه، معاها كرتونتها مع حاجتها، او ممكن تشتري بقى كاميرا جديده على طول. تمام؟ بس انا برشح لك لو انت مبتدئ جديد داخل المجال الجديد وعايز كاميرا تتعلم عليها وكده، فما تروحش تشتري كاميرا جديده. معلش انا مش هروح ادفع مثلا 16000 جنيه ولا 17000 جنيه في كاميرا لسه جايبها اتعلم عليها. لا، انت الاحسن تشتري لك كاميرا مثلا ب 7 8000 جنيه تكون كسر زيرو. في كاميرات كتير جدا طبعا، والمجال كتير واسع ومفتوح، فتقدر تجيب اي كاميرا من دول تتعلم عليها، وبعد ما تتعلم عليها وتمام تقدر تبيعها بعد كده وتشتري كاميرا اعلى. في حاجه ثانيه، نقطه ثانيه عايز اتكلم عليها، ان الكاميرات ده بحر غويط وكبير جدا جدا جدا. طب انا دلوقتي لو عايز اشتري كاميرا تكون بتصور فيديو كويس وبتصور صور كويس، الكاميرا دي تكون بتصور معايا الاثنين كويس جدا. طبعا في كاميرات سوني حلوه جدا تصور معاك في الفيديو كويس، بتديك فريمات عاليه والوان عاليه، دقه، حاجات كتير جدا في الفيديو. تمام؟ وتصور معاك برضه في الفيديو وفي الصور يا رب كذلك الامر. هي للاسف هي احلى من النيكون واحلى من الكانون في التصوير. تمام؟ فانت لو عايز تبدا بسوني، طبعا يعني اللي بيبدا بسوني الناس مثلا فاهمه في التصوير، ناس بقالها كتير، ناس مصورين بقالهم كتير، تمام؟ فهم دول اللي بيشيلوا سوني. انما انت لسه بادئ، لا، ما رشحلكش ان انت تشتري سوني، لان سوني غاليه جدا. اقل كاميرا سوني النهارده ممكن تعمل لها 20 25 الف جنيه، وكمان العدسات بتاعتها غاليه، قطع الغيار بتاعتها غاليه، حاجاتها كلها غاليه. فانت الاحسن ليك يا تبتدي بكانون لو هتصور فيديو، ولا تبتدي بنيكون لو هتصور صور. والاحسن ليك شوف انت هتصور ايه، او ممكن تكلمني، اسيب لك الرابط القناه بتاعتي او رابط الواتساب بتاعي تحت، خش كلمني قول لي انت عايز مثلا كاميرا فرنج كام، وتكون بتصور بكام ميجا بكسل، وانا هقترح عليك تشتري كاميرات ايه. وان شاء الله انا برضه ببيع كاميرات، عندي كاميرات كتير جدا وببيع كاميرات، وتقدر تشتري مني لو حابب، او تقدر تشتري من اي حد، وانا صدري مفتوح لاي حد عايز يكلمني، وممكن اقول لك على اللي انت عايزه كله، وانا تحت امر الجميع. وفي نهايه الفيديو ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين وفي غزه، وما تنسوش تصلوا على النبي. وان شاء الله وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، واستنوني في حلقات تانية جايه كتير باذن الله. هنتكلم عن الشطر، وهنتكلم عن الايزو، واشرح لكم الكاميرات بالتفصيل، واشرح لك لو انت معاك 7000 جنيه تشتري كاميرات بيهم ايه بالظبط، ولو معاك 5000 جنيه تشتري بيهم كاميرات ايه بالظبط، وهشرح لك كل حاجه باذن الله في فيديوهات جايه كتير جدا. في نهايه الفيديو صلوا على النبي، وما تنسوش تدعوا لاخواتكم.